اهلا بيكم في ريفيوزات. النهارده هنتكلم عن تليفون هواوي بي 10 بلس، اول تليفون ينزل مصر ب 6 جيجا بايت رام. خليكم معانا. نبتدي بتصميم التليفون، وهو من اكتر الحاجات اللي عجبانا في التليفون، وخصوصا الظهر بتاع التليفون. لو بصينا على الظهر بتاع التليفون هنلاقي عليه زي زركشه كده او نقشه معينه بتعمل انعكاس لما الضوء بيقع عليه، فبتخلي شكل التليفون شيك جدا. وهنحس ان التليفون شويه متقسم لجزئين، جزء عليه الزركشه اللي بقول لكم عليها دي، والجزء الثاني اللي فوق هو عليه الكاميرتين بتوع التليفون وعليه الدول فلاش. والحركه اللي شركه هواوي عاملاها في التليفون دي بتخلي ملمس التليفون حلو جدا في الايد، زائد ان هو كمان معمول بطريقه بتخلي مسكته بايد واحده سهله جدا. مع ان ده البي 10 بلس اللي هو حجمه اكبر من البي 10، لكن احنا لقينا ان مسكته بايد واحده سهله وتقدر تستخدمه بسهوله. من الحاجات الجديده برضو اللي لاحظناها اللي معموله في التليفون ده هي ان شركه هواوي نقلت الفينجر برينت سنسور من ظهر التليفون وبقى موجود هنا مكان زرار الهوم بutton. والحقيقه الفينجر برينت سنسور له اكتر من فانكشن، غير ان هو بيشتغل كفينجر برينت سنسور. احنا ممكن نشغله كزرار باك لو دوسنا مره واحده هنا على التليفون، وبيشتغل كزرار هوم لو دوسنا مره طويله او عملنا هولد على التليفون، ولو عملنا سوايب بيجيب لنا اخر ابلكيشنز احنا كنا مستخدمينها على التليفون. ده طبعا بالاضافه للثلاث ازرار العاديين اللي بيكونوا موجودين جوه الشاشه. دلوقتي هنتكلم عن شاشه التليفون. حجم الشاشه 5.5 بوصه ومصنوعه بتقنيه كواد اتش دي، ودي اول مره بنشوفها من شركه هواوي في الفئه بتاعه البي. كثافه البكسلز في التليفون هم 540 بكسل لكل بوصه، وكمان الشاشه متغطيه بطبقه كورنينج جوريلا جلاس 5، ودي اخر نسخه من الكورنينج جوريلا جلاس. كل المميزات اللي احنا قلناها دي بتخلي الوان التليفون ووضوح الصوره عليه ممتازين. المعالج الموجود في التليفون هو كيرين 960، وده تقريبا احدث واحسن معالج نزلته شركه هواوي لحد دلوقتي، واخد على برنامج انتوتو بنش مارك 137617 نقطه، ومحطوط في المركز ال 25. نيجي بقى دلوقتي لاهم حاجه في التليفون، وهي الذاكره الداخليه والرامات بتاعه التليفون. الذاكره الداخليه الموجوده في التليفون هي 128 جيجا بايت، وطبعا دي هتكفي كل الالعاب والفيديوهات والتطبيقات اللي انت عايز تنزلها على التليفون، مش هتواجهك فيه اي مشكله. بالاضافه كمان ان انت ممكن تحط ميموري كارد على التليفون، بس ما اظنش ان حد يحتاج الاوبشن ده. زائد ان التليفون بيجي برامات 6 جيجا بايت، وده طبعا رقم تقريبا اول مره نسمعه في مصر ان التليفون بيجي ب 6 جيجا بايت رام. واستخدامنا لحد دلوقتي للتليفون على الابلكيشنز الثقيله او الالعاب او في المالتي تاسكينج، التليفون كان سريع جدا وسلس جدا. وهنعمل فيديو منفصل هنعمل فيه جيمنج تيست لواحده او اثنين من الالعاب الثقيله اللي احنا بنستخدمهم على التليفون. نظام التشغيل الموجود على التليفون هو اندرويد نوجا 7، وده احدث نظام تشغيل موجود من اندرويد. اما واجهه المستخدم فهي ايموشن يو اي 5، ودي برضو احدث واجهه مستخدم نزلتها شركه هواوي، واحنا شفنا ان فيها تطور كبير على مستوى السرعه، حاسين ان التليفون اسرع، ولكن كنا نتمنى انها يكون فيها اختلاف شويه في شكل الايقونات علشان تتناسب مع الديزاين الجديد المعمول في التليفون. بطاريه التليفون موجوده بسعه 3750 ملي امبير، وشايفين ان ده رقم يعني قليل نسبيا بالنسبه لحجم التليفون وبالنسبه لدقه الشاشه بتاعته. كنا نتمنى ان يكون الرقم ده اعلى شويه. بس على الناحيه الثانيه هي فيها خاصيه السوبر فاست تشارجنج، ودي بتخلي التليفون يشحن من 0 لحد 100 في حوالي ساعه وثلث. نتكلم دلوقتي عن واحده من اهم المميزات الموجوده في التليفون، وهي الكاميرا بتاعته. كاميرا التليفون الخلفيه هي عباره عن دول كاميرتين مصنوعين بالاشتراك مع شركه لايكا. كاميرا فيهم 20 ميجا بكسل والثانيه 12 ميجا بكسل، وفتحه العدسه في الكاميرا هي 1.8، ودي اكبر فتحه عدسه تعملها شركه هواوي لحد دلوقتي. من الحاجات اللي عجبانا في كاميرا التليفون هي السوفت وير بتاعها. لو عملنا سوايب من على الشمال هنلاقي فيه المودز المختلفه بتاعه التصوير، زي الفوتو او تصوير الصور العادي والمونوكروم بتاع الابيض واسود، والاتش دي ار والبانوراما والنايت شوت والسلو موشن والتايم لابس، وكل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده اكتر من مره. لو عملنا سوايب من على اليمين بيجيب لنا السيتنجز بتاعه التليفون او الخصائص، واللي نقدر نفعل او نوقف من خلالها مجموعه من الخصائص، زي ان احنا نبتسم عشان التليفون يصور، والتايمر وصوت الشاتر والحاجات دي كلها. طيب دلوقتي عايزين نتكلم عن الحاجات المهمه الموجوده في التليفون. اول حاجه هي خاصيه الوايد ابرتشر، ودي اللي احنا بتخلينا ان احنا نصور صور زي الصور البروفيشنال اللي احنا بنشوفها، فبنفوكس على جزء معين في الصوره وبنخلي الجزء اللي وراها ده بلورد او مغيم كده زي ما احنا شايفين، وبنتحكم خلاله في فتحه العدسه من 0.95 لحد 16. وطبعا كل ما بنقلل الرقم فتحه العدسه بتزيد، فبالتالي الايفكت بتاع العدسه ده بيكون شكله احسن. يعني هنا احنا بنفوكس على الحاجه الحمراء دي بنصور، لو جينا نشوف الصوره هنلاقي ان الحاجه الحمراء دي هي اللي عليها الفوكس او التركيز، واللي في الظهر دي بلورد او مش باينه. من الخصائص برضو المهمه الموجوده في التليفون هي البورتري مود، والبورتري مود بنستخدمها عشان نصور بيها الاشخاص بنفس طريقه الوايد ابرتشر، ان هي بتخلي الخلفيه معزوله او مش معزوله، وبرضو بنزودها او بنقللها من خلال الزرار ده.
اما الكاميرا الاماميه للتليفون فبرضه معموله بالاشتراك مع شركه لايكا، ودي حاجه اول مره نشوفها في الكاميرات الاماميه في تليفونات هواوي. فتحه العدسه بتاعتها 1.9، وده كمان رقم اول مره نشوفه في كاميرات هواوي الاماميه. ولو جينا نبص برضو على اليوزر اكسبيرينس في الفرونت كاميرا نلاقيها برضو نفس الموضوع. من على الشمال بنجيب المودز، وطبعا هي مودز اقل من اللي كانت موجوده في المين كاميرا. ومن على اليمين بنجيب السيتنجز، وهي نفس السيتنجز تقريبا اللي كانت موجوده. برضو هنلاقي البورتري مود موجود، واحنا شايفين ان هو فعال اكتر كمان في الفرونت كاميرا عن المين كاميرا. تعالوا نجربه مع بعض. لو جينا نبص على الصوره هتلاقوا ان الصوره بتاعتي انا اللي عليا التركيز فيها، لكن الخلفيه كلها منغمشه او بليرد بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. دي خاصيه هايله بصراحه سواء في الفرونت كاميرا او في المين كاميرا. من الاخر زي ما قلنا في الريفيو، التليفون ده عجبتنا فيه اكتر من حاجه، زي التصميم بتاعه، زي ان الشاشه بتاعته كواد اتش دي، زي ان العدسه الاماميه والخلفيه مصنوعين بالاشتراك مع شركه لايكا، واخيرا ان الاستورج بتاعت التليفون 128 جيجا بايت، والرامات بتاعته لاول مره 6 جيجا بايت. الحاجه الوحيده اللي كان نفسنا انها تكون اعلى هي الباتري بتاعته. ده كان تقييم تليفون هواوي بي 10 بلس. لو عايزين تشوفوا تقييمات ومقالات تانية تابعونا على الموقع بتاعنا reviewzat.com، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل بتاعتنا علشان ما تفوتوش ولا فيديو من اللي احنا بننزلهم، وتابعونا على فيسبوك وتويتر وانستجرام ريفيوزات. كان معاكم احمد مغازي، سلام.